الديان ديالنا وحتى القضيه ديال ايران. حنا ماشي شيعه وما عمرنا غنكونوا شيعه، حنا سنه وغنبقاو على سنه الله ورسوله. ولكن واخا هكاك ملي هجمات عليها امريكا وهجمات عليها اسرائيل، حنا مع ايران ضد امريكا وضد اسرائيل. النقطه الاولى باش ما ننساهاش، قلتي والله ما تصلي مور الفزازي، راه الملك صلى مور الفزازي. هذه الاشاره راه خطيره الاخوان، خصكم تردوا لها البال. هو يقول بانه هو عنده زاويه التقدير الشرعي. الأخوات السلام عليكم. اليوم غادي نناقشوا واحد من أخطر الفيديوهات اللي دارت ضجة كبيرة في الساعات الأخيرة. الدكتور عبد الحق الصنيبي يخرج عن صمته ويوجه مدافع نقدية ثقيلة للسيد عبد الإله بن كيران. علاش وصف كلام بن كيران بالانقلابي، وكيفاش دخلت قضية الصلاة خلف الشيخ الفزازي بصراع على شرعية إمارة المؤمنين؟ بقاو معنا حتى الآخر حيت كاين تفاصيل غنحطوا النقاط على الحروف. إذا كان أمير المؤمنين صلى وراء الشيخ الفزازي باختيار من ملك البلاد، أنا ما نصليش موراه، والله ما نصلي موراه، لأنه لا يستحق أن يكون شيخا، لأن تقديره الشرعي أكثر من تقدير أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله ورعاه وشفاه الله ورعاه. هذا الدكتور الصنايبي انتقد بشدة الأسلوب اللي استعملو بن كيران ضد الخصوم ديالو، وصف هاد النهج بالفجور في الخصومة. الدكتور الصنايبي كيشوف أن وصف المؤثرين والأساتذة الوطنيين بالصهاينة هو نوع من التكفير المبطن اللي كيستبيح دماء الناس وكيعرض أمنهم الجسدي للخطر. الصنايبي وجه نداء عاجل للدولة باش تحمي العقول المغربية من هاد التحريض اللي كيقسم المجتمع. هنا كاين مربط الفرس. بن كيران قال اللي مستحيل يصلي وراء الشيخ الفزازي ووصفوه ببوش طبع. الصنايبي رد عليه بقوة وقال ليه واش عرفتي بلي جلالة الملك أمير المؤمنين هو اللي صلى وراء الفزازي باختيار منه؟ الصنايبي اعتبر أن بن كيران اللي كيرفض الصلاة وراء شخص زكاه الملك فهو كيضرب في التقدير الشرعي لأمير المؤمنين، ووصف هذا الموقف بأنه أطروحة انقلابية كتمس هيبة المؤسسة الملكية. الصنايبي ما وقفش هنا، بل جبد ملف السياسة الخارجية، انتقد كيفاش بن كيران كيتضامن مع إيران بشكل مطلق ملي كتهجم عليها إسرائيل، وفي نفس الوقت كيسكت ملي إيران كتهجم على دول سنية شقيقة بحال السعودية الإمارات والبحرين. الصنايبي فكر بن كيران بموقف الملك الصارم الواضح اللي أدان فيه العدوان الإيراني على البحرين، وتساءل واش بن كيران غادي مع توجهات الدولة المغربية ولا عنده أجندة أخرى. الصنايبي حذر من خطر وصول هذا الفكر للحكم مرة أخرى، وقال بلي هذا الشيء كيشكل خطر حقيقي على استقرار المملكة. هو ميز بين العقلاء في حزب العدالة والتنمية وبين من وصفهم بالقطبيين المتطرفين اللي كيسموا المجتمع المغربي. الصنايبي أكد بلي أمن البلاد وتمغربيت هما الخط الأحمر اللي ما خاص حتى واحد يتجاوزو. في الأخير الفيديو ديال الدكتور الصنايبي هو صرخة للتنبيه من خطاب كنشوفو كيهدد تماسكنا الوطني. واش كيبان لكم الصنايبي قسى على بن كيران ولا فعلا بن كيران تجاوز الحدود في هذه التصريحات؟ وما هو رأيكم في قضية إمارة المؤمنين اللي جبدها الدكتور الصنايبي؟ ما تنساوش تخليو لينا آراءكم في التعليقات، ديروا لايك للفيديو واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. تبارك الله عليكم.